عمرك حسيت بالوجع؟ مش عشان حد وجعك لكن عشان فهمت. اهلا بيك يا عزيزي في مساحة فرج جديد. تعال قرب النهاردة كده، انا شابب النار وخلينا نجتمع حوالين النار المدفأة وندردش مع بعض شوية في مساحة فراغ. في نوع وجع ما بيجيش من خيانة ولا من كذب مباشر، بيجي لما الحقيقة تتكشف بهدوء وتقولك انت كنت شايف بس ما كنتش فاهم. احنا بنتربى على اننا نسمع الكلام ونصدق اللي الناس بتقوله عن نفسها. انا طيب، انا جدع، انا نضيف، وانت تطمن. بس الحقيقة الكلام عمره ما كان دليل، الكلام دايما كان محاولة ان الانسان يبني صورة مش انه يكشف حقيقة. انا بقى اتعلمت بالطريقة الصعبة ان الانسان ما بيتعرفش من اللي بيقوله، لكن من اللي بيطلع منه من غير ما يقصد، من لحظات ما بيبقاش فيها تمثيل ولا تجهيز ولا جمل محفوظة، يعني مش طالع على المسرح مجهز سيناريو. انا اكتشفت ان في 3 مرايات، لو بصيت فيهم تشوف الانسان زي ما هو مش زي ما بيحب يبان لك. تمام؟ الحاجة اللي بيتباهى بيها، الحاجة اللي بيشتكي منها، والحاجة اللي بتضحكه. غريبة صح؟ بس خليني اقولك الوجع الحقيقي بقى انك لما تبدأ تشوف في المرايات دي تكتشف ان في ناس بتحبهم بس عمرك ما كنت عارفهم. تعال اخدك كده ونبص في اول مراية، مراية التباهي. الانسان ما بيتباهاش بشكل اعتباطي، هو بيتباهى بالحاجة اللي حاسس انه من غيرها قيمته هتتهز. اللي كله كلام عن الفلوس، مش غني قوي يعني، بس هو خايف يرجع فقير من جواه. واللي كل كلامه عن نفوذه برضه مش بالقوة اللي انت متخيلها، هو مرعوب ان اتحط في حجمه العادي وحجمه الطبيعي. خليني اقولك ان الفلسفة بتقول الانسان بيرفع صوته في المكان اللي جواه هشاشة فيه او جواه هش. والخطورة مش في التباهي نفسه، لكن في ان اللي بيقيس نفسه بالحاجة دي هيقيسك انت كمان بيها. وساعتها الحب اللي انت متخيله ده هيتحول الى تقييم، والقرب يتحول الى مقارنة. تعال اخدك بقى ونبص في المراية التانية، مراية الشكوى. الشكوى لغة داخلية مش مجرد تذمر. في ناس بتشتكي علشان مظلومة ودي حقها، وفي ناس بتشتكي عشان الدنيا ما بتمشيش على مزاجها وده الأخطر. الفرق دقيق جدا ما بينهم بس فاضح. اللي شكواه دايما عن راحته وعن تعبه، تمام، عن تعبه هو تحديدا وعن حقوقه، بس غالبا مش شايف غير نفسه. وده بيوجع، لأنك بتكتشف إنك كنت واقف جنب حد عمرك ما هتلاقيه واقف جنبك إلا لو كان متأذي هو. تعال أخدك بقى المراية التالتة، الضحك. تخيل بقى إن الضحك ده أخطر مراية، لأنه صادق، تمام، غصب عن أي شخص. الإنسان يقدر يزور كلامه، يفلتر الشكوى بتاعته، يخبيها شوية، لكن ضحكته بتطلع الحقيقة قبل العقل. اللي بيضحك على وجع غيره مش قاسي بس، لا لا لا، ده متعود يشوف الألم كعرض جانبي، مش كحاجة تستحق إن الواحد يتوقف عندها. وساعتها تفهم إن التعاطف عنده مش قيمة، ده دور بيمثله لما يحتاجه. أخدك بقى للذروة، ومعلش قرب كده من النار عشان تتدفى شوية، لأن عارف إن أنت حسيت ببرودة بتمشي في جسمك من الكلام اللي بقوله لك. الوجع الحقيقي في اللحظة الصعبة اللي بتكتشف فيها، تمام، إن أنت الشخص اللي قدامك ده، تمام، أنت كنت جزء من إكمال الصورة بتاعته. بمعنى ان انت كنت بتغطي الفراغات اللي موجودة عنده من خلال تفسيراتك الحلوة لتصرفاته عشان تحافظ على الحب والذكريات وعلى الإحساس. تمام؟ إحساس إن أنت الشخص ده بتحبه وإنك فاهمه. لكن الحقيقة إن أنت لما بتفهم بجد هتحس بحزن غريب جدا، مش على الناس، على نفسك. الخلاصة بقى، أنا مبقتش أصدق اللي الناس بتقوله عن نفسها، بقيت أسمع وراقب وأسيب الزمن يعرفني. لأن الحقيقة ما بتطلعش في الكلام، بتطلع في العادة، في رد الفعل، وفي الضحكة اللي بتيجي في وقت غلط. الوجع الوجع جزء من الفهم، بس الفهم أريح من الوهم حتى لو كان غالي. كده وصلنا لنهاية مساحة الفراغ يا عزيزي. يا ريت بقى تتدفى كويس وانت خارج عشان ما تبردش من مساحة الفراغ. وافتكر ان احنا قد نلتقي او لا نلتقي، لكن الاكيد ان احنا مش هنعرف بعض. سلام عليكم.